عادات بندمنها من غير ما ناخد بالنا بتعطلنا قوي في حياتنا. الفترة اللي فاتت فعليا اكتشفت ان انا عندي شوية عادات كده مدمناها. كنت حرفيا لا عارفة اشتغل ولا عارفة اعمل اي حاجة في حياتي، وحاسة ان حياتي واقفة. بسبب الفيديو ده انا اتحولت لان اكتشفت شوية عادات بجد كانوا هما اللي معطلين حياتي ومبوظينها. اول حاجه بقى وهي الشكوى. اكتشفت ان انا بشتكي كتير قوي من باب ان انا بس بفضفض مع صاحبتي، فطول الوقت بنتكلم في التليفون ومفيش حاجه غير اللي احنا بنعملها غير ان احنا بنشتكي من الولاد، من الحياه، من ارتفاع الاسعار، من اي حاجه احنا بنشتكي منها. ده بيخليني بقى مركزه على الحاجات السلبيه اللي موجوده في حياتي. لما شفت الفيديو ده لقيت الحل ان انا هجرب حاجه واحده بس، هجرب اسبوع كامل ما اشتكيش من اي حاجه. وحتى صاحبتي دي حاولت ان انا اقلل معاها الكلام شويه، لان هي طول الوقت بتشتكي وانا طول الوقت بحاول ان انا اشتكي زيها. فده من الحاجات اللي بتخلينا مركزين فعليا على الحاجات السلبيه في حياتنا والحاجات اللي بايظه في حياتنا، وما تخليناش شايفين اي حاجه حلوه موجوده في حياتنا. فلو انت زي كده بتشتكي كتير قوي، جربي اسبوع واحد بس ما تشتكيش من اي حاجه، هتلاقي الدنيا اتصلحت. تاني عادة برضو بنعملها من غير ما ناخد بالنا وهي المقارنة. لما بتقارني نفسك بحد ده بيخليكي دايما حاسة انك مش راضية عن نفسك ولا حتى راضية عن حياتك ولا شايفة اي حاجة في حياتك كويسة. فحاولي لو انتي بتقارني نفسك كتير قوي بالناس اللي حواليكي او بصحابك ان انتي تحولي المقارنة. لما الواحد بيفتكر الحاجات اللي موجودة عنده وبيحاول يقعد يفكر كده مع نفسه قد ايه بيحس ان هو عنده حاجات كتيرة جدا حلوة، وده بيخلي عنده احساس بالرضا واحساس اصلا بالاقتناع ان هو شخص كويس وعنده ثقة في نفسه. تفكري بشكل مختلف. انا دلوقتي لو طلعت بره حياتي كده وبصيت عليها فعليا هلاقي حاجات كتيرة جدا حلوة. انا فعليا كنت اصبت بموضوع المقارنة ده لبعض الاحيان، خصوصا في الشغل، ان انا واقفة ما بشتغلش، فحاسة طول الوقت بالعجز جوايا، وحاسة طول الوقت ان انا مش راضية عن نفسي ولا راضية عن حياتي. فده خلاني اطلع بره حياتي ل5 دقايق بس، وجبت ورقة وقلم وابتديت اكتب الحاجات اللي انا شايفاها كويسة في نفسي. وسألت نفسي سؤال: هل لو انا مش هنادي هختار اكون اي حد من الناس اللي حواليا؟ فاخترت ان انا لا، انا راضية عن نفسي وراضية عن حياتي. وبجد حسيت بشعور داخلي ان انا عندي رضا واقتناع بنفسي حلو جدا. وده لما انا بس بفكرت اللحظة ان انا بدل ما اقارن نفسي بحد، لا، احاول ان انا ابدل المقارنة دي ان انا اكون عارفة ايه الحاجات اللي موجودة كويسة في حياتي. تالت عادة فعليا كانت معطلاني قوي في حياتي وهو التسويف. ان انا طول الوقت باجل الحاجات اللي المفترض اعملها النهارده لبكره. طب خلاص بعد بكره هبقى اعملها، لسه في وقت، لسه هعملها فيه. فطول الوقت حاسه ان انا ما بنجزش اي حاجه في حياتي، مع اني عندي حاجات كتيره جدا المفترض ان انا عايزه اعملها. فالتاجيل ده يا بنات من اكتر العادات المدمره لحياتنا وبتعطلنا كتير قوي في حياتنا. فبدل ما احنا بنأجل، ناخد حاجه واحده بس من اللي احنا مأجلينها ونبدأ ان احنا نعملها. لاقي معظم الوقت ان انت خلصت كل الحاجات اللي انت كنت عايزة تعمليها وطول الوقت بتأجليها. وده حرفيا اللي انا عملته. اول حاجة عملتها ان انا ابتديت ان انا اصور، لاني عارفة ان ده اكتر حاجة هتحسن نفسيتي وهتخليني اخلص بقيت كل الحاجات اللي انا مأجلاها بعد كده. فبجد لو انت من الناس اللي عندك موضوع التأجيل او موضوع التسويف ده طول الوقت بتأجلي، فخدي حاجة واحدة وقومي اعمليها دلوقتي، خلصيها. هتلاقي معظم اليوم بقى انت بتخلصي كل الحاجات اللي موجودة عندك. رابع حاجة التليفون. انا عارفة ان احنا كلنا بقينا مدمنين التليفون اصلا، وانا واحدة زيكم اصلا كنت مدمنة حرفيا التليفون. بس حاولي على قد ما تقدري اول ساعة اول ما تصحي من النوم وقبل ما تنامي بساعة ما تمسكيش التليفون. ده هيخلي عندك قايمة من النوم نومك كويس جدا، عندك طاقة وعندك نشاط وحماس وعندك افكار اصلا، عكس ما بتمسكي التليفون قبل ما بتنامي. وكمان لما بتصحي الصبح حرفيا يا بنات، لما عملت الموضوع ده فرق معايا جدا في طاقتي، فرق معايا جدا في نشاطي، فرق معايا جدا ان انا كنت بقوم من النوم بجد حاسه ان انا نومي كويس. فلو انتي من الناس، او مش لو انتي بقى، احنا كلنا فعليا مدمنين التليفون، حاولي بس قبل ما تنامي بساعه ما تمسكيش التليفون
ولما تصحي الصبح برضو ما تمسكيش التليفون، وقد ايه هتلاحظي فرق كبير جدا في نشاطك وطاقتك ونومك اتحسن كتير قوي. وخديها مني نصيحة. خامس حاجة وهي تعدد المهام. لما هتعملي اكتر من حاجة في نفس الوقت، نص التركيز هيوصلك لنص النتيجة. فحاولي على قد ما تقدري ان انتي تغيري الموضوع ده وتحطي لنفسك مهمة واحدة بس، خلصيها وبعدين ادخلي على المهمة اللي بعدها. ما تحاوليش تعملي اكتر من حاجة في نفس الوقت، لان ده هيخليكي نص تركيز هيوصلك لنص نتيجة، فهتكوني طول الوقت مش راضية اصلا عن النتائج اللي انتي بتحصلي عليها. فده من الحاجات برضو اللي انا استفدت بيها جدا جدا لما اتكلمت مع محمد. بصراحة قعدت اتكلم معاه عن مشكلة ان انا مش راضية عن نفسي، انا عايزة اعمل حاجات كتيرة قوي وفي نفس الوقت من كتر المهام اللي عندي انا ما بعملش حاجة، وده مأثر عليا نفسيا ومخليني حاسة بالاحباط وباليأس وبحاجات كتيرة جدا. قال لي على خطة واحدة بس، حطي مهمة واحدة خلصيها الأول وحددي لها الوقت ده انا مش هعمل فيه اي حاجه غير لما اخلص المهمه دي ايا كانت هي ايه. انا هخلصها الاول وبعد كده هفكر ادخل على مهمه تانية. فحاولي تعملي كده، هتلاقي الموضوع فرق معاكي جدا، وهتلاقي كل حاجه انت بتعمليها بتركيز عالي جدا جدا، وبتوصلي لافضل نتائج انت كنت عايزه توصلي لها. وبس كده يا بنات، دول اكتر 6 عادات انا فعليا كانوا مؤثرين عليا الفتره اللي فاتت، وفعليا في فيديو انا شفته اداني الحلول اللي انا قلت لكم عليها دي، ولما طبقتها فعليا ارتحت كتير قوي وحسيت نفسيتي احسن كمان. وحاولوا ان انتوا تكتسبوا عادات افضل من العادات اللي بتعطلنا وبتبوظ لنا حياتنا. فان شاء الله استنوا الفيديو اللي فات، ان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي عشان هقول لكم على 5 عادات اساسيه اكتسبتهم الفتره دي فرقوا معايا جدا جدا. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. بس قبل ما تمشوا قولوا لي ايه هي العادات اللي بتاثر عليكم او حاسين ان هي بوظت حياتكم، هي نفس العادات اللي انا قلت لكم عليها ولا لا؟ اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. باي.